انا مستني اشوف الساعة بتاعة الكورية اللي هي رقم 9 وكانيتا. الناس دي هتعمل فيها ايه؟ لان العيال دي مش هيسكتوا ولاد المنطقة. طب هلا انتوا يعني بكره لما توقف بكون في كمان ساعة ولا لا قبل ما يوقف؟ ما اظنش. واو، يعني اظن. هم بكون الساعة عندهم آخر إشي. انا يعني ما اظنش، صح؟ هما لا، ساعتهم لو دلوقتي يبقى مش هيشوفوها بكره، صح؟ I think الساعة كمان احنا شوية فيه الساعة لأنه اللي قبل الساعة الأخيرة. 43. يعني أنا الساعة اللي قبل الأخيرة العرب، بعدين الأتراك آخر حاجة. فاهمة؟ وبكرة بس يوم عادي ما في ساعة. بكرة من 9 ل 10. في يعني في عندكم دبل. هم مش هيلحقوا. هم دلوقتي ساعتهم كل واحد هيضرب أقصى اللي عنده، إحنا نحسب عنه. من 10 ل 11 مين؟ أنيتا؟ الأتراك؟ بحكي لك جدد الهدف. الأتراك من 10 ل 11. دي يعني آخر ساعة. الأتراك من 10 ل 11 والمسابقة تخلص 3 الفجر. فاهمة؟ بس يعني من الآخر هنشوف وهنحسب حساباتنا وربنا يسهل. إن شاء الله. بحكوا لك جدد الهدف اللي أنت حاطه. مش حاطط. طيب بشوفك. عادي نجيب الله يعطيك العافية ويعطي العافية للناس اللي كمان موجودة في اللايف بضلها صاحية. أنا حاسة فيكم. حاسة فينا؟ يا والله بكون صاحية لأنه إحنا عنا الوقت بكون لسه بدري فبكون صاحية وبشوف الله يكون معكم. شدوا يا رجالة، شدوا تصويت، شدوا الأداء اللي في الهدف، شدوا شوية. قل فاكر إني شاب لغيتي من بريء منذ بدايتي. هي شيماء من ساعة ما جابت لي الفطار ما فتحتش تاني، صح؟ حرام والله حرام. والله ما فتحت تاني خالص من ساعة الفطار. حرام. أكلت أنت الأكل وكان زاكي؟ لا ما اكلتش والله. لو سمحت لو سمحت يا في حد صاحي من الناس جبنه رومي على لانشون على كوبايه شاي وحلي القعده كده. لا بيض احمد اسمع، جبنه رومي ولانشون على بعض على كوبايه شاي، مزاجي يعدل، الاكل يشحن لي طاقه. اقعد سايب لهم هنا 6 7 الصبح. انا من شارع الترعه عليها الحرام ما اسيب واحد في اللايفات قاعد. احمد يا احلى احمد. انت لا شايفين الفرق بين احمد بتاعتي وبتاعتها برضه البنت ما شاء الله. احمد هنا اصلا ما بينطقوا ها بس بينطقوا عماد. الاكسنت عندكم غلط. شاكر. لا شاكر. بس انا هجيب لك حد معانا، شخص مؤدب جدا وذوق كده. قائد صباح الخير. صباح الخير استاذ علاء. قائد اخبار حضرتك ايه؟ اخبار حضرتك انت ايه؟ قول لي انت مسجون ولا ايه الطقم الازرق ده؟ لا لسه يعني ما لسه مش دلوقتي. لسه في الاستمرار. تصدق صح طقمي طقم ابني متضايقه والله. ابني متضايقه والله. واو
عسل عسل على مرحبا. مرحبا، ازيك؟ تمام، كيفك؟ والله العظيم يعني الحمد لله تمام كويس. يا حبيبي. ده الشاكر دايما ذوقه حلو، ودايما بيطلع على طول، كل ما اخش عليه اللايف الاقيه عنده حلويات. الله يخليك الله يخليك. اصلي بص يا الشاكر، امبارح طلعت اسمع، صينيه البسبوسه دي ما تقربش منها. زي صينيه البسبوسه اللي قلت لي بظبط لك معاها، وانا عشان ما بفهمش انجليزي، وقالوا لي بعد كده قالوا لي لا ده. يا عمي احضرينا يا لارا، احضرينا. كان في بنت اجنبيه دخلت معانا، فقلت له كلمها انجليزي، انا ماليش علاقه بيهم الاجانب. قعد يقول لها هوستومورو، شكشمونو، هوستفوجو تقريبا. فاهم؟ البنت قامت نزلت وسابتنا. طب نعمل له ايه؟ مش بايدي دي، فاهمني؟ لا والله قالوا لي كده، قالوا لي ان العرب رايحين على الامريكان. طب في كثير. لا بس الاستاذ شاكر ايه بيتكلم انجليزي ما شاء الله يعني. والبنت برضه بتتكلم انجليزي حلو. يعني البنت دي لو امتحنت انجليزي شاطره قوي في الانجليزي. لو امتحنت انجليزي تجيب كام مثلا من 20؟ لا تجيب 100%. البنت شاطره قوي في الانجليزي. انا كنت راجع وراها ما غلطتش في ولا كلمه. على اساس ان انت فاهم اصلا الكود. يا حبيبي يا استاذ علاء. والله بص طب اقول لحضرتك اللي حصل ايه. هو قال لي ايه، البنت دي بتحبك ومش عارف هكلمها لك وكده، وعمال يكلمها وانا مبسوط وايه، وعمال بقى فاكر الكلام ليا، اتاري هو ايه شقطها، وانا قالوا لي كده بعدين وانا ما اعرفش. حكى مع البنت وكل فاكر ما بينخاف عليه اكيد. انت عارفاني يا لارا في اي دوله بسلك. ايوه حتى لو واحده اسبانيش ما بحكي اسباني كمان. والله لا ما شاء الله عليه يعني عالمي. رافع راسنا في جميع الدول بصراحه. استاذ علاء انت بتمثل صح؟ انا بمثل وبخرج. وايش؟ بمثل. حلو كثير. عمرك نزلت اشي على نتفليكس؟ ايه؟ عمرك نزلت اي مسلسل او فيلم على نتفليكس؟ ما نتفليكس لا مش عارف. ما اعرفش لان ده مش مش ما اعرفش لان ده مش شغلي انا. اوكي. ده شغل الموزع، شغل المخرج. اوكي. ان شاء الله بتنزل على نتفليكس. هو انت مش مخرج؟ يا امال ايه اللي مش فاهم؟ لا هي بتقول لي بتنزل على فده طبعا يعني اولا بتمثل لنتفليكس. ايوه ماشي، بس بقول لك دي يعني المخرج بينتهي دوره بالموضوع مجرد ما يخلص الاخراج. الموزع بقى ينزل على كوبري امبابه، ينزل على اي حاجه، هو حر بقى. ان شاء الله بتوصل لنتفليكس وتكون عالمي ان شاء الله. ما طبعا دي لو وصلت لها خلاص انا حققت كل اللي انا بحلم بيه. اكيد ان شاء الله. انت عامل باقه كام يا استاذ علاء؟ مش سامعه. باقه النت بتاعتك كام؟ ب 470 باين ولا حاجه زي كده. ماشي. اصل النت ظبط يعني، انا قلت اكيد انت جددت الباقه. لا والله هي ده، بس المشكله طلع في ايه؟ مش جددت الباقه، غيرت السلك تقريبا، في مشكله في السلك، فوصلته مباشر، شلته من التليفونات ووصلته مباشر على الراوتر. هاي ده جرافيك. هلا ازيك يا انجي؟ هلو ازيك يا شاكر؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا لورا؟ ازيك يا علاء؟ عاملين ايه؟ الله يخليك الحمد لله تمام. منين يا انجي؟ أنا من مصر الجديدة. اهلا بيك يا اهلا. تحيا مصر الجديدة. بس يا حبيبي. مصر الجديدة هاي وين؟ قريبة على ابتسامة بنت المداية دي بتجنني، اللي هي ماشي الابتسامة دي، عشان الابتسامة دي
مين اللي قالك ماشي. كده فيها وسامه؟ دي مالهاش علاقه بالوسامه. اعملها خالص. تاني كده. اشوف لا، الابتسامه الخفيفه اللي انت كنت بتعملها. ايوه دي حاجه بنت يا بتضايق عمر. قبل. اوعى تمشي يا يعني عمر من هنا بسرعه. طب ماشي، طب ما دي اعملها هي دي لوحديها يعني انا بس حابب اوضح حاجه بسيطه. اتفضل. انا ما اعرفش ازاي هقول كده، ولكن دي حقيقه. انت فيك شبه من محمود ياسين. الله عليك، والله العظيم، والله العظيم انت دايما بترفع من الروح المعنويه والله. هو على فكره انا بتكلم بجد، انت فعلا فيك شبه جامد جدا من محمود ياسين. يا ريت ده انا يبقى لي شرف ان ابقى شبه الفنان العظيم محمود ياسين. ورب الكعبه ان انا ما بهرج، انت فعلا شبهه. العينين العينين لا كده عشان يا استاذ شاكر راجع نفسك، عشان انت كلامك بيبقى مسبق. ايوه ما انت بالذات لما يعني تنظر نظرات ثاقبه كده تبقى شبه محمود ياسين بالظبط. تمام خلاص، شهاده من الاستاذ شاكر، وخلاص انا كده هتعامل ان انا محمود ياسين. ابتسامه خفيفه، ابتسامه خفيفه، ايوه محمود ياسين الغلابه على والله بجد شبهه فعلا. اكتر في حد برضو قال لي كده والله، بس ما اقتنعتش، بس دلوقتي اقتنعت خلاص. لما القائد يقول يبقى اقتنع. اكيد. طبعا. انت راجل جميل يا استاذ علاء. حبيبي ربنا يخليك، صديقي الغالي والله العظيم. احلى هديه خدتها من التيك توك صداقتك والله العظيم، قسما بالله مش عايز حاجه تاني من التيك توك نهائي. الله يخليك والله العظيم بجد. شكرا بيج فاير. فرحان شكرا. انجي كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اخبارك انت؟ تمام. شو بتعملي؟ شو بعمل في الشغل يعني في الحياة؟ يعني شو عملتي اليوم؟ كيف يومك هيك؟ ما فيش، خدت بعضي وقابلت واحدة صاحبتي من زمان جدا، قعدنا شوية ورجعنا. خدت بعضك ورحت لها ولا رحت لوحدك؟ يعني خدت بعضك معاها ولا رحت انت لوحدك؟ ابو افهاتك بنت المتضايقه. ما هي بتقول لك خدت بعضي، يعني خدت حد معاها. اخذت نفسي على اساس انك انت ممكن يروح نصك ونصك، يعني مش فاهم. اخدت نفسي ايوه واخدت عربيتي. تمام، يبقى خدت عربيتك بس بقى. ايوه لا سابت بعضك. واخدت بعضي، انت نسيتها ليه؟ واخدت بعضك، تمام حلو. والله العظيم حلوه، اخدت بعضي ده عجباني قوي. انا بس في كلمات كده والله العظيم يا استاذ شاكر بتعجبني كده، بتعلق معايا. يعني مثلا كلمه ارحب، انا قعدت 3 ايام في البيت كل اللي كلمنا اقول له ارحب. تاكل ارحب، تشرب ارحب. عجبتني الكلمه، بتقولها انت بطريقه فظيعه والله العظيم، جميله جدا فعجبتني. فلما كلمه تعجبني افضل اقول فيها كده. طب انا بقولها ازاي؟ انا مش هقرا بقول لك بقول لك انت بتقولها ازاي؟ استنى بس ارجع لها كده شويه. الاول بتجيب المج كده، ارحب 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 ارحب. مش هيك؟ يا ديني، ده انا لو بعمل كده مش هفتح تاني. مرة